لمواكبة هذا التطور اللافت في واقع السجون، خاصة في هذا اليوم الذي تتهيأ فيه الحركة الأسيرة الفلسطينية لخوض واحدة من معاركها، معارك الحرية ومحارك الصمود في مواجهة الاحتلال وإدارات المعتقلات والسجون الإسرائيلية. وفي البداية أود أن أوجه التحية لكل أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الصهيوني، وأخص بالتهنئة الأسير البطل خليل العواودة الذي انتزع حقه في الحرية ووضع حداً لهذا الاعتقال الإداري الظالم، وعلى طريق تحرير كل الأسرى بما فيهم إغلاق ملف المعتقلين الإداريين إن شاء الله. صعب بعتيك والترجمة خلص أنا أريد في هذه الكلمة الافتتاحية ثم إن شاء الله سيدير اللقاء ويقدم كل الإحاطة المتعلقة بالحركة الأسيرة الأخ الحبيب أستاذ زاهر جبارين، رئيس مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو أحد الأسرى المحررين في صفقة شاليط. أريد أن أتكلم بأربعة نقاط في هذه الكلمة. النقطة الأولى أن قضية الأسرى كما المسرى هي واحدة من إفرازات الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وهي تعبير واضح عن وحشية هذا المحتل وعن ساديته، حيث يلقي بعشرات الألوف في داخل السجون والمعتقلات منذ أن تم احتلال أرضنا في فلسطين المباركة. هي تكشف طبيعة هذا الوجه القبيح للاحتلال، ولكنها في الوقت ذاته تعبر عن عظمة هذا الشعب وصموده وقدرته على التضحية حتى بعشرات السنين من أعمار الرجال والنساء. الأسرى والمسرى هي واحدة من أهم تجليات هذا الصراع، كما اللاجئين الفلسطينيين. يعتقد العدو الإسرائيلي أن الاعتقال يمكن أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويمكن أن يضع حد لتطلعاته وطموحاته في تحرير أرضه وقدسه وفي العودة إلى وطنه فلسطين المباركة. ولكن أثبتت الأيام ووقائع المواجهة بين الحركة الأسيرة وبين الاحتلال أن هذه استراتيجية فاشلة، وأنها لا يمكن أن تحقق للمحتل ما يتطلع إليه. الكلمة الثانية وأن قضية الأسرى هي قضية وطنية بامتياز، ليست قضية فصائلية أو تنظيمية أو حزبية، وأيضا ليست قضية جهوية، بل هي قضية الشعب الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلامية. من أجل ذلك تجد أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتعاطف بشكل دائم ويتضامن ويتفاعل مع كل ما يتعلق بالحركة الأسيرة الفلسطينية. هي قضية جامعة وقضية وطنية وقضية أيضا موحدة لأبناء الشعب الفلسطيني. ربما يكون هناك تباينات بين الفصائل أو بعض المواقف المختلف عليها في العمل السياسي، لكن لا خلاف ولا اختلاف
بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني حول قضية الأسرى وحقهم في الحرية وانتزاع هذه الحرية. لذلك كانت وما زالت الحركة الأسيرة هي واحدة من عناصر التماسك الوطني الداخلي، بل إن الحركة الأسيرة قدمت وثيقة تعتبر الأشهر في قراءة الوضع الفلسطيني بكل أبعاده، وهي سميت وثيقة الوفاق الوطني، كانت برسم قيادات الحركة الأسيرة الفلسطينية. لذلك اليوم نحن كفلسطينيين متوحدين خلف أسرانا، خلف كل معاركهم اللي بخضوها، وخلف كل قراراتهم التي يمكن أن يسيروا لتطبيقها لانتزاع حقوقهم ومطالبهم في الحرية والعدالة والإنسانية. النقطة الثالثة أن موضوع تحرير الأسرى يقع في سياق شمولية المواجهة مع الاحتلال، وأيضا في شمولية استراتيجية المقاومة التي تتحرك بها فصائل المقاومة على أرض فلسطين. نحن نخوض في كل الاتجاهات دعما وإسنادا وسعيا لتحرير أسرانا، سواء كان في المعارك السياسية أو الإعلامية أو الحقوقية أو القانونية، وعلى المستوى الداخلي والمستوى الخارجي. وأبعد من ذلك أن فصائل المقاومة سجلت في كل محطات المواجهة مع الاحتلال إصرارها على أسر جنود إسرائيليين من أجل تحرير الأسرى والوصول إلى صفقات التبادل التي يمكن أن تضع حد لاستمرار هذا النزيف الوطني والإنساني والأخلاقي. وهذا مسجل لجميع تقريبا الفصائل الفلسطينية التي تبذل وما زالت في هذا الاتجاه. نحن في حركة حماس ومنذ سنوات الانطلاقة الأولى كان لدينا هذا التوجه وهذا القرار. وأنا أود أن أذكر بعام 89 أي بعد انطلاقة الانتفاضة الأولى بعام تقريبا أو بعامين، كان هناك عملية خطف لساسبورتاس وإيلان سعدون، واستمرت الحركة واستمرت فصائل المقاومة بهذا النهج وصولا إلى صفقة وفاء الأحرار اللي بموجبها تم تحرير أكثر من 1000 من أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال مقابل شاليط. اليوم احنا بنأكد أيضا أن هذا موضوع على رأس أولوياتنا وعلى رأس اهتماماتنا، بل لا أبالغ إذا قلت بأن تحرير الأسرى هو بند ثابت على جدول أعمال القيادة في كل اجتماعاتها وفي كل أنشطتها وفي كل اتجاهاتها. نحن اليوم نريد أن نقول لأسرانا: نحن نقف معكم وإلى جانبكم، ليس فقط من خلال النضال السياسي والكفاح الحقوقي والقانوني، بل وأيضا من خلال الميدان الذي يمكن أن يغير المعادلات ويفرض على الاحتلال إعادة النظر في هذه السياسة السيادية أو السادية التي هي محل نقد وانتقاد من كل أحرار العالم. النقطة الرابعة والأخيرة، وأنني أوجه اليوم النداء لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ولكل أبناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يقفوا وقفة جادة وقوية وواضحة دعما وإسنادا لخطوات أسرانا في سجون الاحتلال، سواء كان خطوات الإضراب أو أي خطوة أخرى، على جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية أن تكون في أعلى الجهوزية ودرجة الجهوزية للتعامل مع أي تطورات بأي اتجاه كان. نحن لا نساوم على حرية أسرانا
ونحن لا نساوم على كرامتهم وإنسانيتهم، ونحن لا يمكن أن نقبل باستمرار هذا التفرد من قبل إدارات السجون بالحركة الأسيرة ومنعهم من أن يتمتعوا بأبسط الحقوق الإنسانية التي يجب أن تتوفر لهم. اليوم شعبنا كما أنه يدافع عن القدس وعن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل المناطق، يجب أن يكون مستعدا للدفاع عن قضية الأسرى وحقوق الأسرى. المقاومة التي خاضت سيف القدس من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس هي أيضا مستعدة أن تخوض في أي غمار، في أي اتجاه، في أي ميدان من أجل الدفاع عن أسرانا من سجون الاحتلال الصهيوني. أيضا نداءنا إلى كل المؤسسات الإقليمية والدولية، سواء كان جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، هي أن تقف عند مسؤولياتها، ويجب أن تتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقيمية لوضع حد لهذه السياسة الإسرائيلية تجاه أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. ويجب أن يرتفع الصوت عاليا اليوم، ونحن أمام خطوة دراماتيكية وانعطافة حادة في واقع السجون، لأنه احنا في عندنا أكثر من 5000 أسير وأسيرة في داخل سجون الاحتلال. يجب أن يرتفع الصوت عاليا، كفى لهذا الاحتلال، وكفى لاستمرار الاعتقال، وكفى لهذا التسلط من قبل الكيان الإسرائيلي على أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الصهيوني. في الختام، نحن على يقين بانتصار شعبنا الفلسطيني، ونحن على ثقة كاملة بصمود وقوة إرادة وعزيمة الأسرى في سجون الاحتلال، ونحن على ثقة كاملة بأن المقاومة لن تترك أسرانا نهبا لهذه المتغيرات ولهذه الاستراتيجيات الظالمة على الإطلاق. ومن هنا أحيي شعبنا الفلسطيني في غزة العزة، وفي الضفة الشماء، وفي قدس الرباط. أحيي رجال المقاومة في جنين، في نابلس، في كل مكان، وأحيي أهلنا في 48 وشعبنا في مخيمات اللجوء والشتات. اليوم يجب أن نكون فلسطينيين جميعا خلف أسرانا وقضيتهم العادلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.